مرحبا واهلا وسهلا فيكم من جديد. اليوم بدنا نعمل مربى لو بتحبوا، مثل ما شايفين هون الخوخ الاحمر. فانا هلا راح ابلش اشره مثل ما شايفين هون، اطلع العجو منه. لا راح نتابع التقشير ونرجع بعد شوي معكم. وهلا بعد ما قشرنا الخوخ راح اجهز عندي هون تفاحة راح اقشرها. راح نبشر التفاحة، راح يكون عندي محلي وقرفة. هلا راح نحط الطنجرة عندي هون على النار عالية. راح نزل الخوخ، كمان التفاحة اللي بشرناها. راح احط انا تقريبا نص معلقة كبيرة قرفة. وراح احط معلقة كبيرة محلي. طبعا هي الوصفة بدون سكر، وهذا المحلي 0 كالوريز، فبيزبط للناس اللي عندها رجيم او بتتبع حمية الكيتو. وهلا راح نحرك المكونات مع بعض. وبهي الأثناء راح اضيف رشة صغيرة ملح ليمون. انا كتر براس المعلقة الصغيرة مثل ما انا شايفين هالحدود. ونحرك المكونات. طبعا بدنا نعيفهم على نار عالية حاليا. هلا راح تبلش تطلع المي اللي فيها، وبعدين راح نتركها على النار تقريبا من 30 دقيقة ل 45 دقيقة لبين ما تنشف معنا، وبيكون عندنا المربى جاهز ان شاء الله. فينا طبعا كمان نضربها بالخلاط بنهاية المرحلة. وهلا اول ما تبلش تغلي معنا انا راح اهدي النار تحتها، نحطها تقريبا على الحرارة على 4 تقريبا، اقل من المتوسط، مع التحريك المستمر من وقت للتاني. وهلا بعد ما خلينا فترة على النار مع التقليب المستمر راح طفي تحتها انا. مثل ما انا شايفين عندها هيك التماسك تبعها. راح خليها تبرد اول شي، تاخذ حرارة المطبخ، وبعدين بنصبها بأطرميزات المربى. مثل ما انا شايفين انا عفت المربى تقريبا ليلة كاملة عندي ليبرد وياخذ حرارة المطبخ مثل ما انا شايفين كيف. هلا راح افضيه بأطرميزات مثل ما راح نشوف، وبيكون جاهز للتقديم. وهلا بعد ما خلصنا بنفضيهم بالأطرميز، بيكونوا جاهزين للتقديم. وألف صحة وهنا.